معاشر الأحبة، إن من جال في أسواقنا ونظر في الموائد التي تطرح بين أيدينا سواء الأغنياء والفقراء، فكان لزاما علينا أن نذكر الناس بمعرفة هذه النعم وشكر الله تبارك وتعالى عليها، وأن نحمد الله عز وجل على ما بسط لنا في هذه النعم التي نراها ونلامسها. وإن كثير من الناس قد غرهم الغرور من هذا الجانب معاشر الأحبة، فلم يراعوا لهذه النعم حقها. وقيل إن كثرة المساس تذهب الإحساس. كثرة يعني ما يراه الناس وما يشاهدونه من هذه النعم أذهبت إحساس كثير من الناس بمعرفة قدرها. وإن من يعرف قدر النعمة من سلبها. وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قرية كانت آمنة مطمئنة، ما الذي حل بها؟ غيرت حالها فغير الله تبارك وتعالى حالها. كفرت بأنعم الله. أنعم جمع قلة. كفرت